هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده وصفتنا مختلفة شوية. احنا النهارده هنعمل فول ميل، يعني وجبة كاملة. هنعمل فيها صنف الخضار مع الرز ومع الشوربة، والمفروض كمان مع السلطة، بس انا النهارده ريحت ما عملتش سلطة. يا رب الوصفة تعجبكم. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. هنا عندي حلة فيها مية سخنة، حضرتها طبعا عشان اسلق اللحمة. قطعية اللحمة اللي بحبها وبفضلها دايما للخضار بالذات، يا اما انتركوت، يا اما سن، يا اما من الموزة او الكولاطة. هنا الحلة بتاعتي نزلت فيها ببصل وجزر وطماطم وفصين توم وقرنفل وعود قرفة. وطبعا اول ما المية غليت بدأت انزل بقطع اللحمة. في طبعا ناس كتير بتقول ان اللحمة مش بتتغسل، بس بصراحة انا حالة نفسية عندي ما بعرفش اطبخ اللحمة من غير ما اشطفها يعني بالمية واتأكد ان هي تمام. هنا ببدأ اقطع البطاطس. طبعا انتي براحتك، عندك كيلو عندك اتنين على حسب عدد افراد اسرتك. انا بقشر البطاطس وابدأ اقطعها، وبحاول على قد ما اقدر يكونوا كلهم نفس السمك عشان كله يستوي مع بعض. هنا عندي الفلفل الاخضر الرومي، بقطعه برضو يكون ما يكونش رفيع قوي ولا تخين قوي عشان ما يتهريش معايا في الوصفة. طبعا البطاطس دي هي الوصفة المفضلة عند حبيبة بنتي، يوم ما بعملها بيبقى بالنسبة لها فرح يعني. انا هنا اخدت من كل حاجة واحدة او اتنين، حبيت اقطعها لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس طبعا باقي الكمية انا بقطعها بنفسي، هتشوفوها دلوقتي جاهزة معاكم. خلاص قطعت البصل والفلفل والبطاطس. هنا التوم زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده ان انا مش بحب افرمه في الكبة، بحب اقطعه شيبس كده، يكون قطع كبيرة شوية، تكون محافظة على طعمها وفي نفس الوقت تكون مش باينة في الاكل قوي يعني. هنا خلاص المية كانت عندي غليت، طبعا زي ما انتم شايفين اللحمة زي الفل والمرقة نظيفة، مفيش ريم او اي حاجة، المية نظيفة اهي. آم، انا من المدرسة اللي بتقول ان بحط الملح مع اللحمة عادي وهي بتتسلق. في ناس ما بتفضلش كده، بتقول لا الملح بيأخر في سوى اللحوم، بس انا بشوف ان الموضوع بسيط يعني، مش فارقة كتير. نزلت بالملح والفلفل الاسود، وطبعا هنزل كمان بالحبهان، باقي التوابل يعني. هنا بهارات اللحمة نزلت بيها. الهيل او الحبهان انا بحب احطه باودر، يعني بجيب عندي الكيس اللي عندي اللي هو الحبوب الفصوص كاملة، انا بجيبه بحطه عندي في التلاجة، وكل ما بكون محتاجة منه باخد شوية احطهم في المطحنة، افرمهم ويبقى فريش عندي. دي بقى مكرونة لسان العصفور عشان عايزة اعمل شوربة. الشوربة بتاعتي انا هعملها النهاردة بطريقة يا رب تعجبكم. انا هنا بحمص لسان العصفور، وطبعا زي ما اتعلمتوا معايا او زي ما انتوا عارفين طريقتي، انا بحط دايما مع المكرونة او الشعرية او الرز اللي بحب احمره شوية ملح زيه زي البصل عشان اللون يبقى واحد. انا هنا مقطعه مكعبات بطاطس، وكمان بشرت نص جزرة كده نزلتهم على لسان العصفور، شوحتهم كده تشويحة، وهنزل عليهم بالمية السخنة. طبعا لازم تكون المية سخنة عشان خاطر لسان العصفور آه، ما ينشيش معايا كده او يعجن. هنا نزلت بمكعب المرق، طبعا على حسب ما انتي عندك مرقة جاهزة حطي، عندك مكعب مرق دجاج حطي. طبعا نزلت بالفلفل الاسود، واهم حاجة بحطها مميز جدا دايما في الشوربة بتاعتي هو الهيل المطحون. انا الوصفة دي كنت واخداها من حماتي الله يرحمها، هي دايما كانت بتطحن الهيل وتحط منه دايما مع الشوربة. كانت خطيرة وكانت شاطرة جدا الله يرحمها في طبخها، يعني اتعلمنا منها كتير. انا هنا قفلت على الشوربة بتاعتي، بس شوفوا غليت كده معايا غلوتين، هطفي عليها وهسيبها على البخار بتاعها لغاية ما تستوي. انا عشان كده بقول لكم انا بدأت في الشوربة اول حاجة، على ما اللحمة تستوي معايا هكون عملتها، وعملت كمان الرز، ولو عندك سلطة هتكوني عملتي السلطة لغاية ما اللحمة تستوي تعملي صنف الخضار بتاعك الاساسي اللي هو المين كورس. انا هنا نزلت بشوية زيت ذرة، وبعدين هنزل بالشعرية. انا بحب تكون كمية الشعرية حلوة مع الرز، وشوية الملح اللي علمتكم عليها، وهنبدأ نحمر في الشعرية شوية بشوية لغاية ما يبقى لونها معانا ذهبي وجميل.
طولي بالك دايما في الطبيخ واطبخي بحب زي ما علمتكم، وطبعا انتوا كلكم اشطر مني وعارفين. هنا بقى لون الشعرية حلو اهو. نزلت بالرز، وانتي بتقلبي الرز مع الشعرية حاولي دايما تتأكدي ان كل حبة رز اتغلفت بالمادة الدهنية اللي عندك، سواء سمنة بلدي سواء زبدة سواء زيت، زي ما بتطبخي تغلفي الرز كويس جدا جدا بالمادة الدهنية بتاعتك عشان خاطر يطلع مفلفل ما يعجنش منك مع الطبخ. طبعا بالنسبة للملح انا كنت حاطة شوية ملح مع الشعرية. لما انزل دلوقتي بالمية او الشوربة اللي عندك، شوفي انت عايزة ايه، اتأكد ان هي ملحها مظبوط. حبيت ازود الملح زودي، حبيتي الملح يكون زي ما هو وخلاص انت متأكدة من المقدار بتاعك، حلو قوي. طبعا المية تكون مغلية، وتنزلي بالمية واحدة واحدة عشان تاخدي بالك وانتي بتطبخي ما يحصلكيش اي اصابات زي اللي بتحصل لي كل يوم يعني. بس انتوا خدوا بالكم، احنا خلاص مش مهم، كبرنا وبقينا خبرة. هنا خلاص المية اتشربت والرز دخل بيته زي ما بيقولوا. هبدأ اشيلها من على النار العالية، احطها على النار الصغيرة وتحتها الصاجة بتاعتك او الشياطة. هنا بقى البوب الكبير بقى، صينية البطاطس بتاعتنا الفظيعة. اتمنى تعجبكم بالطريقة بتاعتي وما تستغربوش، بس طولوا بالكم معايا لان فيها كده كام تركاية انا بحبهم قوي. كمية البصل يا مرمر كتير، انا بحب البصل في البطاطس يكون حلو وكتير، بيدي طعم وبيدي تسكيرة، بيبقى طعمه حلو جدا. تحمري كويس البصل بدأ يبقى شفاف كده، تنزلي بعدها بالثوم اللي انتي مقطعاه. الثوم كمان مهم ولطيف ولذيذ قوي قوي في البطاطس. خلاص شوحت البصل والثوم حلو قوي، هننزل بالفلفل. طبعا لو عندك فلفل الوان يبقى جميل، انا هنا كان عندي كده كام فلفلايه حلوين قطعتهم، وافضل اشوح فيهم حلو جدا. الله على ريحة الخضار بقى مع السمنة ولا الزبدة او الزيت اللي انتي بتشوحي فيه وبتطبخي بيه. شوفي الالوان وجمالها، ربنا خلق لنا حاجات جميلة نستمتع بيها. ونزلنا بالبطاطس، ايوه نشوح كده شوية بشوية على مهلك كده وبالراحة عشان كل حاجة تاخد حقها معاكي. خلاص انا نزلت بالبطاطس بتاعتي. انا بقى دلوقتي بنزل بالتوابل. التوابل بتاعتي الاساسية كزبرة ناشفة، كمون يكونوا شوية حلوين، ودوت العنصر او المكون السحري في صينية البطاطس، الكمون وشوية شطة. البطاطس لما بتحطي فيها كمون كمية معقولة ومظبوطة بيديها نكهة خطيرة يا بنات، تبقى نكهتها حلوة قوي. انا ما حطيتش فلفل اسود لان انا اوريدي الشوربة اكيد انا حاطة فيها فلفل اسود، واكتفيت بالشطة اللي انا حطاها. هنا نزلت باللحمة. طب هتقولوا لي مرمر اللحمة استوت ما حطيتهاش في الاخر ليه؟ انا بحبها كده تتشوح كده شوية مع الخضار، وكمان لما بحط لها الصلصة وهي مع البطاطس من اولها بتحسي ان الصلصة كده بتدخل في كل انسجة اللحمة وبتبقى كلها طعمها منها فيها. بحس ان هي كده احلى يعني. وكمان بدخلها في اماكنها قبل ما الصلصة تتحط، فبيبقى شكلها شيك كده ولطيف وهي في الفرن بتطلع زي ما هي. انا هنا نزلت بالشوربة، وخدوا بالكم هتطبخي بشوربه او هتطبخي بميه محط لها مرق دجاج، ما تحاوليش تكتري الشوربه قوي على الصينيه عشان ما تبقاش بطاطس مسلوقه، لا احنا عايزينها صينيه بطاطس. يعني شوفوا انا هنا مش مغطياها لغايه فوق وشها، لا شوفوا هنا لما حركت الصينيه وظبطت البطاطس الوش بتاع البطاطس باين اهو. هنا بدات تغلي خلاص، البطاطس بقت تدخل في السوا. لازم انزل بالصلصه وهقلبها تقلبتين، ومش هاجي جنبها كتير عشان البطاطس ما تتهريش مني. انا مش عايزه البطاطس مستويه على الاخر دايبه ولا نيه وناشفه. طبعا لو عندك عصير طماطم حابه تطبخي بيه حلو ولطيف مش وحش. شوفوا بقى هنا البطاطس وجمال لونها مع الصلصه، شويه السكر بتوعنا اللي احنا عارفينهم عشان الصلصه ما تعملش حموضه. انا بس بحركها كده بالراحه زي ما قلت لكم عشان ما تتكسرش وعشان السكر يدوب ويدخل فيها كلها كده تمام. هقفل عليها الغطا وهسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها يعني ربع ساعة تقريبا. شايفين الصوص؟ شايفين الشكل قد ايه حلو؟
انا هنا المرقه عندي مش دسمه قوي، كانت المرقه خفيفه لان انا مش حاطه لا عظم مع السلق ولا اي حاجه، ولا حبيت ان انا اجيب قطعيه لحمه دسمه. بس اللي انا عملته ان اخدت معلقه كده سمنه بلدي خفيفه وحطيتها فوق الوش. ليه بقى عملت الحركه دي؟ عشان دلوقتي انا هاخدها، انا محضره الفرن فاتحاه من فوق ومن تحت وهنزلها تحت الشوايه عشان تاخد كده كراست حلو ويدي لون بسرعه. وفي نفس الوقت انا مش عايزه العصير بتاع الصلصه او البطاطس يكون نشف، انا بحبها جوسي انا والولاد قوي. هنا الرز ده خلاص كان فلفل وكان استوى، وانا بقى بحب الحكيكه بتاعه الرز من تحت دي، هتشوفوها دلوقتي وانا بغرف الاطباق، بتبقى حته كده كريسبي تحت كده مقرمشه، دي بتبقى طعمها حلو جدا وبنتخانق عليها. كده اكلتنا خلصت، فردنا السفره بتاعتنا، الرز والبطاطس باللحمه والشوربه الخطيره. هنحط في اطباقنا اهو، نقول بسم الله. شايفين منظر الشوربه حلو ازاي؟ المرقه زي ما هي موجوده، لسان العصفور مستوي والبطاطس والجزر حلوه قوي، مع عصره ليمون بقى هتبقى في حته تانية خالص. والرز بتاعنا او زي ما قلت لكم كده، الرز مفلفل واحده بوحدتها، كان طعمه جميل بصراحه، الولاد اكلوا واتبسطوا قوي. ناخد كده من كل حاجه حاجه حبايبي، بألف هنا وشفا. هنا بقى البطاطس، شايفين الجوس اللي موجود في البطاطس ما نشفتش مني؟ شايفين؟ احنا بقى بنحبها كده جدا، البطاطس مش ناشفه، مستويه، واللحمه دايبه. شايفين بقى الخضار اللي احنا حطيناه عامل ازاي في الصينيه، مديها غنى كده وتحسوا ان مرقتها موجوده. شايفين البطاطس معايا وانا شايفين لا مهريه ولا نيه، شايفين ازاي؟ يا رب تعجبكم يا حبايبي وتاكلوها بألف هنا وشفا. وفي اخر الفيديو بتمنى اكون خفيفه عليكم، وما ننساش ندعي لكل اهالينا وحبايبنا في القدس وفي السودان، ربنا ينصرهم في كل مكان يا رب ويوحدنا دايما. واعملي طبختك بالحب هتوصل لكل القلوب اللي بتحبيها. بألف هنا وشفا، اشوفكم على خير، باي باي.